السيد الرئيس على المعطيات الكاملة. كان معنا عبد اللطيف السعدوني اللي هو رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمواني والأسواق المغربية. في السياق ذاته، وبينما يبرر مهنيون في قطاع الصيد البحري ارتفاع أسعار السمك بعوامل مرتبطة بتكاليف الإنتاج والنقل والوفرة الموسمية، عاش المغاربة خلال الأيام الأخيرة مع قصة الشابة المراكشي بائع السمك التي أثارت جدلا واسعا، والتي يبدو أنها وصلت فصولها الأخيرة بعد أن أعلن في مقطع فيديو عن إغلاق محله امتثالا لقرار السلطات المختصة، وذلك بعد أيام من فرض نفسه في سوق السمك المراكشي بأسعار أقل من المعتاد بالمقارنة مع ما هو متداول على الصعيد الوطني. هذه الواقعة لم تمر مرور الكرام، بل فتحت باب النقاش مجددا حول دور الوسطاء في ارتفاع الأسعار في ظل مطالب متزايدة بإعادة هيكلة السوق لضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك. في هذا الصدد يؤكد محمد فاضل فاروق رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن المسألة تتجاوز العوامل الاقتصادية التي يطرحها المهنيون لترتبط بإشكالية أعمق تتمثل في المضاربة التي تستفيد منها شبكات الوساطة والتي تضاعف الأسعار دون رقابة فعلية. ويرى فاروق في تصريحه لشدا اف ام أن الحل يكمن في فرض ضرائب على المضاربين الذين يحققون أرباحا غير خاضعة للمراقبة، وتفعيل آليات أكثر صرامة لضمان منافسة نزيهة، ما سيسمح بوصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. كما تتبعنا يعني جميع هذه القصة ديال هذا الشاب المراكشي اللي دخل المجال ديال الحوت وكيبيع الحوت، واللي جاب واحد النظريه جديده اولا حتى في الشكل ديالو شاب وسيم، واللي خلق واحد التنافسيه كبيره في هذا القطاع ديال الاسماك، واللي خلانا نطرحوا اسئله كثيره، لانه من موراه خرجوا مجموعه ديال التصاريح تيقولوا بان الحوت داير 3 دراهم في المرصى الى اخره. وبالتالي هنا اللي تيبان لنا هو انه اولا هرس هذيك السلسله ديال الوسطاء، يعني ولا تيتقدى من المصدر مباشره، وبالتالي اللي دائما حنا كنا تنتشكاو منه تناديو به هو هذه السلسله ديال الوسطاء اللي كتضارب في هذه السلع الغذائيه ولا الاسماك ولا جميع المواد الغذائيه، واللي تتوصلها لواحد الاثمنه اللي كتفوق المقدره ديال هذاك المواطن البسيط. اذا اليوم جا هو تقدم المركز من المنبع وتيبيع تيقول لك تنكتفي بواحد الدرهم حلالا طيب هو اللي تربح. اذا هنا خصنا نطرحوا السؤال اللي خصنا نطرحوه كاملين، علاش هاد السردين غادي ناخذوه من عند هاد السيد ب5 دراهم وفي نفس المدينه اللي هي مراكش السردين داير 20 درهم؟ اذا هنا اشنا هو الاشكال؟ واش فعلا هاد السلسله ديال الوسطاء، واش الجوده، واش مجموعه ديال الاسئله. ولكن كي تنعرفوا فالسمك هو واحد الماده اللي سريعه التلف. ملي تنهضروا على الجوده يعني بالعين المجرده المواطن البسيط يقدر يعرف الحوت اللي ماشي صالح من الحوت اللي صالح، لانه ماده اللي ما غاديش نقدروا نحافظوا عليها بزاف الا بدات تتخسر، راه باين الحاله ديالها كي تتولي. وبالتالي ربما ان هذيك السلسله ديال الوسطاء حان الوقت باش تدخل يعني الدوله لا ريغولاريزاسيون ديال هذا الورش هذا ديال الاسماك، لانه لا يعقل باش يكون هذاك السيد اللي ضرب تماره وخرج للبحر في واحد الظروف حنا تنعرفوا كيفاش، وجاب واحد المنتوج دخلوا للاقتصاد الوطني ودخلوا للمستهلك المغربي وكيبيعوا بواحد الثمن اللي مقبول، ولكن واحد الناس اللي ما ضربوا حتى شي تماره اللي هما اللي كيدخلوا في هذه السلسله بين هذاك المنتج الاولي وبين المستهلك النهائي، وتضاعفوا الاثمنه باشكال اللي ربما اللي لا تسمح بها لا الظرفيه ولا القفه ديال المواطن. وبالتالي هنا كان النداء ديالنا دائما كجمعيه حمايه المستهلك وكجامعه مغربيه لحقوق المستهلك للضرب بيد من حديد على هاد المضاربين اللي ما عندهمش روح الوطنيه، هاد المضاربين اللي لا يهمهم الا الربح، يعني عندهم مساله اللي هي شخصيه، انه الربح هو كما بتكون الظروف، المهم هو يربح. وبالتالي هنا خاص الاداره ديال الضرائب تدخل، لان هاد الناس راه تيربحوا اموال طائله وخصهم يديو واحد المبالغ من هذاك الارباح ديالهم للدوله، وخصنا نعرفوهم شكون هو ويكون عندهم واحد التعريف ضريبي الى اخره الى اخره. وبالتالي هنا نقدروا نحدوا من هاد الممارسات ونشجعوا المنافسه المشروعه، هاد المنافسه اللي هي الاصل في السوق، لانه رغم تحرير الاسعار فتتبقى المنافسه واحد المساله اللي ضروريه وحيويه باش نتحكموا
يتحكموا في السوق، وكل واحد غادي يقدر يدير واحد المجهود باش يوصل للمستهلك واحد الماده غذائيه في واحد الظروف اللي مزيانه وبواحد الثمن اللي مقبول. محمد فاضل فاروق رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في مداخلة خاصة بها شدا اف ام. في محاولتها للتصدي لمختلف التجاوزات والتلاعب بالأسعار والممارسات غير القانونية في الأسواق، أعادت سلطات الإدارة وضع أرقام هاتفية رهن إشارة المستهلكين المغاربة